طبعا احنا لنا الفخر ان احنا نكون شريك مع شركة طموح، وهذا مو غريب على الاخوان في شركة طموح، مجلس إدارة شركة طموح. لأن هذه الفكرة كانت موجودة من سنتين الماضيين، وكنا في اجتماعات مكثفة مع الشركة، وكنا نبي نطلع بباكورة ان احنا نطلع المواهب اللي موجودة في البحرين. فاحنا لله الحمد بدينا مع الشركة من قبل سنتين، حطينا خطة استراتيجية ومشينا على فترة زمنية ان احنا عقب سنتين بالضبط نسوي اول مهرجان. ولله الحمد في تعاون من الشركة، واحنا طبعا في وزارة التربية والتعليم على راس الهرم سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة، والوكيل المساعد للخدمات التعليمية الأستاذة كفاية حبيب القنزور، كان عندهم متابعة وإشراف مستمر على هذا النوع من التجمعات وصقل المواهب البحرينية في كل المجالات. واحنا يمكن ما يخفى عليكم ان شركة طموح فاتحة ابوابها ويانا في كل المجالات، وهذه اول تعاون مع الشركة في ذي الفئة. بس ما قصر ابو جلال، يعني من ساعة كنا ندردش وقال هو مستعد انه يكون معانا، وتعاون مستمر بينه وبين الشركة، وبتشوفوا مزيد من التقدم ومزيد من التطوير في جميع الالعاب، ولا يقتصر على كرة القدم، بحكم ان في رؤية واضحة للشركة وفي رؤية واضحة لوزارة التربية والتعليم، وصار الحين تجانس بين الرؤيتين. بالتالي بتشوف الانجاز والمواهب راح تكون البحرين ولاده في ذي الشيء للمستقبل القريب ان شاء الله.